ما يمكن لي نقول الا الحمد لله كثيرا على هذا العطاء اللي كان هذه السنه وعلى هذه النتيجه اللي حققناها هذه السنه. وهذا الشيء ما كانش ممكن يكون الا بمجهودات متكاتفه من جميع الفاعلين، من الناس المؤسسين للجمعيه اولا، الناس اللي ساهموا وساعدونا ووقفوا معنا. كنشكر الاطر الاطر الاداريه، الاطر الطبيه، المساعدين المياومين المكلفين بالنظافه والطبخ، على حراس الامن اللي كانوا واقفين بكل امانه وبكل تفاني وبكل عزيمه باش قدرنا اننا في سنه الحمد لله نوصلوا لهذه النتيجه اللي تتشوفوا. اولا الجمعيه هي خاصه فقط بامراض السرطان، بمعنى ان النازل اللي كيدخل لهذه المؤسسه لازم يكون مريض سرطان، هذا هو الأول. ثانيا يكون من فئة اللي هي يعني محتاجة، يعني الإمكانيات المادية ديالو تكون ضعيفة غنقولوا، لأننا حنا عارفين بزاف ديال المرضى ديال السرطان كيتخلاو على العلاج لأنهم ما تيلقاوش فين يسكنوا، خاصة بأن العلاج مكلف وطويل الامد. فهاد الدار هذه كتكون من 14 غرفه، هي فيلا فيها جناحان، جناح للرجال وجناح للاطفال والنساء. 14 غرفه، تقريبا 56 سرير، والحمد لله وصلنا دابا بمساهمات اننا زدنا 6 ديال الاسره طبيه تتساعدنا على الناس اللي كيجيو واللي كتكون الحاله ديالهم شويه يعني مرض بزاف وما تيقدروش يواكبوا الناس الاخرين. كاين عندنا مرافق صحيه، مرافق يعني مطبخين، مصبانه، يعني بمعنى اننا عندنا اكتفاء، يعني ان كل الحاجات كنديروها عندنا في المؤسسه، ما كاينش، ما كنخرجوش، ما كنديروش اي حاجه خارجيه، كل شيء كيكون عندنا. المريض كيستافد من المبيت، كيستافد من الاكل، تستافد من النظافه. احنا كنعرفوا بان المريض المناعه ديالو قليله، فضروري اننا كنت نواكبوه في هذه المساله الصحيه ومساله النظافه. كاين المجهود الثاني اللي هو مجهود التوعيه، فخلال هذه السنه قمنا بزاف نتاع الندوات نتاع تحسيسيه في اكتوبر غوز، في عيد المراه، باش كنوصلوا الصوت نتاع هذاك المريض والمعاناه ديالو للمجتمع المدني ديالنا. كاين عاوتاني حاولنا، لان المريض حتى هو عنده واحد الحصه نتاع النفسيه ديالو، فكانت تتبع وكانت دورات تدريبيه في الكوتشينغ، وايضا كانت هنالك حفلات اللي كترفه على هذا المريض في عاشوراء، في رمضان، في عيد المولد النبوي. يعني كانت بزاف ديال الانشطه الدينيه والانشطه الوطنيه اللي النزلاء ديالنا والنازلات ديالنا استفدوا منها. المفاجاه هي اننا في الاول، اول ما بدينا افتتاحيه، كان افتتاح في 5 يناير 2022، وبدينا استقبال اول نزيل في 7 يناير، وكان بالنسبه لنا الشهر كملنا 20 واحد. الآن يوميا كيكون عندنا 20 نزيل جديد إضافة للنزلاء اللي كاينين. العدد اللي عندنا هو 56 أسرة تقريبا ايام الاسبوع، خاصه الاربعاء والخميس والجمعه كيفوق هذا العدد 56، وكنحاولوا اننا نلقاو حلول باش ما نردوش الناس لانهم مساكين ما عندهمش فين يكونوا. وصلنا تقريبا العدد المبيت 8000 ليله المبيت في سنه 2022. هو اول عيد ميلاد، وبالنسبه لكاع الناس ملي كيكون عندهم عيد الميلاد الاول فهو كيكون عيد مختلف والفرحه به كتكون مختلفه. فاحنا حاولنا اننا نحطوه في هذا الاطار ديال الفرحه وحبنا لهذه الدار هذه. فالبرنامج هو برنامج اولا ابواب مفتوحه لجميع الوافدين علينا، مرحبا بهم في اي وقت باش يشوفوا هذه الدار ويستانسوا بهاد الناس ويهضروا معهم. كنقولوا ابتسامه في وجهك اخيك صدقه، يعني الا جاو غير ضحك مع هذاك المريض وهضر معاه وخفف عليه راه شي حاجه كبيره.
كاين انشطه موازيه اللي فيها ورشات تصوير، ورشات رسم، ورشه الحناء لو بيانيتر بوغ لي فام، لانهم دائما حنا كنقولوا بان دوك النساء مساكين بالمعاناه ديالهم مع المرض وهذا ضروري خصنا نخفوا عليهم. فكاينه ورشه ديال الحناء، ورشه ديال الاستيتيك، كاين بالنسبه للاطفال ورشات رسم، كاين ندوه للتعريف بالجمعيه، وكما قلتي باش نعطيو ارقام اللي هي غادي تهضر على راسها، واللي هي غتخلي ان شاء الله الناس دائما تثق فينا وتجي لعندنا، و ميم طون الناس الاخرين المسؤولين والممولين والمحسنين يكونوا دائما فاتحين قلبهم وفاتحين يديهم لينا بدون تخوف وبكل محبه وبكل اريحيه. السلام عليكم، معكم عبد العالي من مدينة أكادير، مصاب بمرض سرطان اللوكيميا الحادة. كما قلت لكم أنا من مدينة أكادير وعندي العلاج هنا بمدينة مراكش. وكما كتعرفوا المصاريف ديال المرض السرطان كتكون قاصحة شوية، حيت الشيمي تيكون غالي والسكانيرات وسميتو. والحمد لله كنبغيو نشكروا جمعية دار بابانا اللي استقبلونا بالمجان. كاين اهتمام صراحه، اهتمام كبير من الناس هادو ديال دار بابانا. وفروا لينا السكن، وفروا لينا الاكل، وفروا اي حاجه صراحه. وبالمناسبه كنبغي نشكرهم بزاف، حيت راه كما كتعرفوا المصاريف ديال امراض السرطان راه صعيبه، وهاد الناس هادو راه زعما حيدوا لينا هم كبير ديال السكن. وحيت كما قلت لك جاي من اكادير وجاي من مدينه مراكش، وما عندك حتى واحد في مراكش، ما كتعرف حتى واحد في مراكش، واستقبلونا هاد الناس هادو احسن استقبال. كنبغي نشكرهم بزاف في هاد المناسبه.